احنا في مصر عندنا 50 مليون زملكاوي، لا يقل عن كده، ما بل اكتر. انا لو في قرار من مجلس الاداره طبعا وموافقه من الشباب والرياضه والحاجات دي كلها، انا بتمنى وبمون على كل زملكاوي يدفع 100 جنيه بس. لو كل زملكاوي دفع 100 جنيه في حساب نادي الزمالك، احنا هيبقى عندنا 5 مليار جنيه. لو عندنا 5 مليار جنيه هتحط وديعه في البنك، نادي الزمالك مش هيطلب مليم من اي حد. لو الاقتراح ده انا بتمنى ان مجلس الاداره ياخده ويتبناه، وهيبقى اقتراح عظيم جدا جدا جدا. طبعا في ناس هتدفع اكتر من 100 جنيه، يعني انا بقول ادنى حاجه 100 جنيه، لكن في ناس هتدفع 100,000 جنيه و50,000 جنيه و10,000 جنيه و5,000. كابتن بدر حامد طلع علينا بيقول ان هو عاوزين يا جماعه الكل زملكاوي يحط في حساب نادي الزمالك 100 جنيه. يا جماعه هو انتوا بتكذبوا الكذبه وتصدقوها؟ انا ما شفتش كده في حياتي، قسما بالله ما شفت كده في حياتي. يعني انتوا بتكذبوا الكذبه وبتصدقوها؟ منين انتوا مديونين واعلنتوا افلاسكم ورايحين تتعاقدوا مع مدرب في كره اليد؟ هو ايه ده؟ انا مش فاهم. انا مش فاهم. هو ودك منين يا جحا؟ يعني انت منين ما معكش فلوس وبتقول يا جماعه حط فلوس 100 جنيه؟ لو كل زملكاوي حط 100 جنيه في الحساب بتاع الزمالك، هيكون الزمالك ده مش هيحتاج حاجه من حد، احنا هنكون في حته تانية. منين طيب؟ منين يا كابتن؟ يا كابتن منين؟ يا جماعه بلاش تضحكوا على الجمهور، يا جماعه بلاش تضحكوا على الجمهور. منين ما معكوش فلوس ومنين رايحين تتعاقدوا مع مدرب كره يد؟